وفي المقام الأول نبغي باسم كل الإعلاميين الصحراويين نرحب ترحيبا خاصا بالسيد علي المرابط الصحفي المغربي المحترم جدا، والذي نثمن له مبادرته أولا زيارة مخيمات اللاجئين الصحراويين، ونقدر له تلك المبادرة. المخزن شوف الناس خصهم يعرفوا المخزن عنده البوليس، عنده المقدمية، عنده القايد، عنده المخابرات الجيش، عنده المخابرات ديال الدرك، عنده فهمتي، عنده الجمارك، عنده كل شيء، عنده لي ار جي، عنده دي اس تي، عنده لا جيت، عنده كل شيء. انا كنعرف بزاف ديال الصحراوه كيقولوا حاجه نهار اللي كيكونوا في العيون، نهار اللي كيكونوا مع المسؤولين المغاربه، وكيقولوا حاجه اخرى نهار اللي كيكونوا مع صحفيين اجانب، ولا كيكونوا في اسبانيا، ولا كيكونوا في فرنسا، ولا كيكونوا في شي بلاصه اخرى. وسورتو سمعت شي حوايج من الفم ديال واحد الشيخ صحراوي واحد الشيخ صحراوي اللي شفتو انا في التلفازه كيقول عاش الملك، وكنت لقيتو كنقول لي شي حاجه اللي زعما تفاجأتني بزاف. اهلا وسهلا. ماذا لو بدأت معك أستاذ علي المرابط، برأيك كيف ستؤثر هذه الحرب الكلامية أو الحرب الدبلوماسية كما يصفها البعض بين المنظمة الأممية والمملكة المغربية؟ كيف Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night